لما البنت تكون حاسة إنه الشاب جدي وناوي يخطبها عن جد، تكون حاكي عنه لخواتها ولأمها، ويمكن أخوها الصغير يكون معه خبر. مين الطرطور في الموضوع؟ الأب يا حرام. الأب اللي رباها وعلمها ودخلها جامعة. وي يا حرام يا حرام. هلا بيجي بده يطلبها. عنا إحنا غير عن الأجانب. الأجانب بيكون إيش؟ بده يطلب إيدها بطريقة رومانسية. بيروحوا وياها يتمشوا هيك على الشط، وهي قال مش عارفة شو في وين رايحين؟ تعالي حبيبتي سأورجيكي، تعالي. بوصلوا هيك عند البحر، بقولها تفرجي على البحر. فجأة بيطلع من البحر 5 غواصين، بصيروا يأشروا لها طلعي فوق. تطلع فوق بتلاقي طيارة مارقة هيك ساحبة أرمى مكتوب عليها marry me. تطلع عليه هيك تلاقي هوش، تلاقيه تحت نازل على ركبه وقاعد لها هيك انه will you marry me؟ ماسك لها الدبلة. هلا قبل ما هي تجاوب فجأة بتيجي هليكوبتر. مين فيها؟ صاحبتها الشنعة. تكون ماسكة سماعة تقول لها ما تتجوزي. عنا غير تقليدي، بيروح الشاب وامه وابوه، واذا عنده عمة قوية تروح معهم كمان. هذا عمته خطبت له. هلا بقعدوا، بتفوت البنت تقدم العصير. لأول مرة الشاب بيعرف إنه هاي البنت ممكن تكون خجولة على الآخر. تفوت لك هيك ماسكة العصير، إيديها ترج، عينيها بالأرض. هلا هون البنت اللي بتفهم بتضيف أول إشي حماتها، لأنه الحماة هي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ورئيسة الأركان وكل إشي. والأب زي ما اتفقنا طرطور يا حرام. تيجي تضيف الأم، تفضلي. إيش؟ تفضلي. ولك هاي خرسة. بتضيف الأم، بتضيف الأب، تيجي تضيف العريس. العريس كيف بياخد الكاسة هيك؟ حتى لو الشغالة هي اللي جابت العصير. شربوا العصير، طلبوا البنت. بعدين أهل العروس بيقولوا لهم أعطونا أسبوع نفكر. عاد هم مفكرين من نفس الليلة. بروحوا أهل العريس، بيركبوا بالسيارة. أول ما السيارة تمشي بتبلش الأم تعطي تقريرها عن العروس. تيجي تكمل محلي. يما ما شفتش الكعب اللي لابسته قديش؟ هاي مش شيء طويلة هيك، هذا الكعب يما. بعدين هدول نفخ حشوات عندي زيهم بورجيك. على فكرة كيف جبت أبوك أنا؟ يما رد علي، خذ بنت أخوي فريدة، والله إنها بأحسن لك 100 مرة، والله بنت حلال وست بيت معدلة. عاد فريدة بنت أخوها بتشبه كل إشي إلا البنات. هلا ببلش جوزها يحكي لها خلص هو بده إياها، اختارها حبها، خلص تتدخليش يعني، خليه هذا. ما أنا بديش الولد ياخذ مقلب. بقول لها بلاش ياكل مقلب زي أبوه. هون بدقوا ببعض، بصيروا يتجادلوا من الترويحة وبيروحوا، يمكن يتطلقوا بنفس الليلة. والابن قاعد ورا سرحان في الخطيبة. بعد كم يوم أهل العروس بردوا خبر إنه موافقين تفضلوا عنا، وبيحكوا في المهر وكذا. بتفاصلوا وبناقشوا الضريبة مع ضريبة بدون ضريبة. بعدين تاني يوم بصبحوا على المحكمة إنه قبل ما حدا يفسد بروحوا على المحكمة. النافي هون إنه لما يروحوا مع العروس على المحكمة والقاضي يسأل العروس إنه هل تقبلين فلان زوجا؟ قال لي بتقعد والله. شو بتفكري؟ انت لما جيتي مش عارفة وين جاية؟ فكرة رايحين على المول تاكلوا بوظة؟ كتبوا الكتاب وخلصوا. وبعد كتب الكتاب بشهر قال بتيجي جاها تطلب البنت. بعد ما كتابهم مكتوب مخلص، والله بدنا بنت كل غزالة لا ابننا النمر. وين راح ابن الكلب؟ أحلى إشي في الدنيا لما تخطب واحدة بعد عيد ميلادها بأسبوعين، كأنك اشتريت سيارة مرخصة لسنة. والنسوان بتذكروا كل التواريخ، ديروا بالكم.
تتذكر تاريخ اول طلعه، اول هذا كتب الكتاب الخطبه كل إشي. تلاقي الوحده ماشيه مع خطيبها هيك بتقول له بتعرف انه مرت سنه من حد ما خطبنا؟ هي بعقلها إشي رومانسي وبقول لها سنه جماعات ترخيص السياره. بعدين الواحد كل ما يزورنا سايبه بصيروا يتطلعوا بايديه اذا جايب هديه ولا لا. سانتا كلوز مناسبين انتو؟ بيجي الواحد بيجيب هديه لخطيبته هيك خاتم مثلا ولا إشي بيهزها، لو ايش ما يجيب لها تمسكه هيك، ليش تغلب حالك؟ والله حبيبي انا بديش منك إشي عن جد والله. المهم المشاعر، والله انا بحبك بديش منك إشي.